في لعبة الرماية طبيعي جدًا إنك بتبدأ تتعلم خطوات معيّنة، الخطوات المعيّنة دي هي عبارة عن أجزاء صغيّرة جدًا من حركة كبيرة، لحد ما تُوجدها، بعد كده هتشتغل الحتّة دي بتلقائية، وده موضوع حلقتنا النهارده، إزاي توصّل الأداء بتاعك في الرماية إنك تشتغل بتلقائية. طب يعني إيه بتلقائية؟ الفرق ما بين إنك بتشتغل حاجة جديدة وحاجة أنت متعود تعملها بطريقة معينة وبشكل معين، هو ده الفرق ما بين واحد عارف وواحد مش عارف، واحد لسه تحت التدريب، واحد تاني بيجيد التدريب وبيطوّر فيه، لحد ما يوصل لمرحلة التلقائية، إنه بيقوم بالحركات بشكل ثابت وبشكل متتالي بنفس الطريقة وبنفس الروح، عشان كده بنسميها التلقائية في الأداء. طب إزاي نوصل للتلقائية في الأداء؟ أهم حاجة إنك تكون عارف أنت بتعمل إيه، ما تقعدش تجرّب. بمعنى إن أنا خلاص حفظت الأداء بتاعي ما أغيّروش غير بعد فترة لمّا أتأكد إن أنا محتاج إن أنا أطوّر الجزء ده من الأداء بتاعي، وعشان كده أنا من النوع اللي ضد التغيير المتتالي، إن أنا كل يوم أجرّب حاجة جديدة، وده غلط، ده مش صح، ده ما بيبنيش لعيب، ده واحد بيضرب عشان عايز يقضّي يوم سعيد ويمشي، كل يوم يجرّب حاجة. الجسم والمخ محتاج وقت عشان يعتاد على حركة معينة، فادي لها وقته، خلي الجسم والعقل ياخد وقته، بعد كده هيقرر هل الحركة دي مناسبة ليا ولا مش مناسبة ليا. لازم نؤمن بحاجة معينة، إن إحنا مختلفين في السن، مختلفين في الطول، مختلفين في الوزن، حتى مختلفين في طريقة التفكير. ف... فعيب جدا إن أنا أبُص على لعيب دولي محترم وأقول أنا عايز الشكل ده بالمنظر ده، مستحيل، وإلا هتلاقي ال8 اللي بيلعبوا في الفاينل كلّهم بيضربوا بشكل واحد، وده ما بيحصلش. فلازم نؤمن آه، إن أنا آخُد الشكل ده بس أطوّعه بإمكانياتي، لإن أنا إمكانياتي أكيد هتكون مختلفة، ممكن تكون أفضل، ممكن تكون محتاجة لتطوير. هو ده مربط الفرس، إزاي أطوّر من أدائي بحيث إنه يوصل للتلقائية لأحسن حاجة ممكنة. وخلّيني أدّي لك مثال، في بيتك أنت عارف حاجات ثابتة في مكانها وبتقدر تتحرّك لها حتى وأنت مغمض عينيك، طيب أنت ما جيتش لحظة جيت فكّرت لو مثلًا هناخدها بشكل بسيط، إنّك بتعمل لنَفْسك كوباية شاي، تلاقيك دخلت المطبخ رُحت فاتح الدولاب مطلّع الشاي، مطلّع السُكّر، مقلِّب، عامل، تلاقي إيديك بتتحرّك بتلقائية، هاكررها تاني، بتتحرّك بتلقائية وفي اتجاه معيّن من غير ما أنت ما تفكّر إنّك عايز تمِد إيدك في الحتّة دي، خلاص الإيد عارفة هتتحرّك قد إيه وبسرعة قد إيه وبقوة قد إيه عشان تمسك السُكّر، قد إيه عشان تمسك الكوباية، هتقلِّب كام مرّة وبطريقة معيّنة. ده ليه؟ في بيتك أنت عملت الكوباية دي أكتر من 100 10.000 مرّة، وليكن حتى لو رقم جزافي، بس اتكررت كتير وبنفس الطريقة، هي دي إنك بقيت تعمل الحاجة بتلقائية من غير ما تفكّر فيها، غير لمّا تخش في بيت جديد بتسأل هو السكر فين؟ الشاي فين؟ أجيب الكوباية منين؟ طب أنهي معلقة مناسبة؟ ده واحد لسه بيسأل، واحد لسه بيتعلم. الشاهد في الموضوع إن أنا خلاص عرفت الحاجة، عرفت حاجتي فين، بقيت أتحرّك لها. هي بالضبط في الرماية كده، الرماية عبارة عن حركات متتالية ومتداخلة، لو أنا ما فصّصتهاش في التمرين
التدريب بتاعي هيكون إلى حدٍ ما بشكل عشوائي. نظّم تمرينك، خُد الحركة كاملة وقسّمها لحركات صغيّرة، وجيد كل حركة وبعد كده جمّعهم مع بعض، ولمّا تيجي تضربهم كلّهم مع بعض، اضربهم كلّهم بنفس الطريقة، هتوصل للتلقائية في الأداء.